اهلا وسهلا بحضراتكم في بودكاست طب جديد مع سيد حمد الله. النهارده هنتكلم عن واحد من اخطر واكتر الامراض انتشارا في مصر والعالم، مرض السكري، او زي ما كلنا بنقول كده مرض السكر. مرض مش بس بيغير شكل الحياه، ده ممكن يغير حياه كامله لو ما تفهمش صح وتعالج صح. والكارثه ان في ناس كتير جدا عندهم سكر ومش عارفين، وفاكرين ان العلاج ممكن يكون عن طريق حبايه او حقنه والسلام. علشان كده استضفنا واحد من اهم المتخصصين في المجال. ضيفنا النهارده هو الدكتور محمد عبد الفتاح مجاهد، مدرس واستشاري السكر بجامعه كفر الشيخ، وخريج اعرق جامعات الطب في مصر جامعه عين شمس، علشان نستفاد من خبرته وعلمه ونفهم المرض ده من الجذور، من اول العلامات الخفيه لحد المضاعفات الكبيره واحدث طرق العلاج. فلو انت مريض سكر او خايف تكون مريض سكر، لو انت ليك حد في عيلتك مريض سكر، فالحلقه دي ليك انت. اسمعها من اول ثانيه علشان صدقني هتفرق جدا في حياتك. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك دكتور سيد. اولا شكرا على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها دي. تاني حاجه حابب اشكرك ان انا موجود مع حضرتك في بودكاست محترم زي دوت، وبشكرك برضو لمجهوداتك الكتير اللي حضرتك بتحاول تعملها. انا متابع جيد للبودكاست اللي حضرتك بتعملها، وان شاء الله نحاول نقدم حاجه كويسه وجديده لمرضى السكر باذن الله يا دكتور سيد. دي شهاده كبيره جدا يا دكتور محمد، حقيقي فعلا انا بعتز بيها، وان شاء الله النهارده نقدر نقدم فعلا حلقه غنيه تفيد مرضى السكر في جميع انحاء مصر. وحابين بقى نبتدي مع بعض بسؤال يهم مرضى السكر في كل مكان. عايزين نعرف من قبل دكتور محمد يعني ايه مرض سكر؟ مرض السكر يا دكتور سيد باختصار شديد هو ارتفاع مستوى سكر الدم، وده بيحصل نتيجه حاجه من اتنين. اول حاجه ان خلايا بيتا سيلز اللي بتفرز الانسولين من البنكرياس انها ما عادتش بتطلع انسولين، او ان يحصل مقاومه من خلايا الجسم للانسولين المفرز من خلايا البيتا سيلز، وده من طبعه بيؤدي الى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبعد كده بيروح يتراكم في اجزاء الجسم العديده والمختلفه اللي المفروض ما يروحش يتراكم فيها، زي مثلا القلب، زي الكلى، زي العين، زي الاطراف العصبيه، وبيحصل مشاكل كتير بعد كده. احنا كده يا دكتور محمد فعلا عرفنا يعني ايه مرض سكر. في بقى مصطلح بيتم اطلاقه من قبل الناس بشكل كبير جدا. الناس بتقول دايما ان مرض السكر ده هو مرض العصر، فعايزين نعرف وجهة نظر حضرتك في الكلام ده. هو بصراحه يا دكتور سيد هو مش مرض العصر بس، هو مرض كل عصر، مرض كل عصر. وده هيخلينا نتكلم بس في دقيقه كده يا دكتور سيد عن نشأة مرض السكر. مرض السكر وجد في برديه اسمها ايبايروس، ودي كانت عام 1500 قبل الميلاد. بتقول ان فيه مرض غريب بيصيب بعض الناس اللي هم التخان شويه في الوزن، بيخليهم يشربوا ميه كتير ويدخلوا حمام كتير وعندهم نهم غير طبيعي للاكل. بعد شويه لقيوا ان المرض ده مش بيصيب الناس الكبار بس، ده في بعض الاطفال كمان بيصابوا بنفس النوع من المرض. وعن طريق الصدفه البحته حد تذوق البول لقاه طعمه مسكر شويه، فسموه مرض البول السكري. وتوالت العصور وبرضه ما كانش حد عارف سبب المرض دوت. حتى في العصر الاسلامي اكبر عالم طب اسمه ابن سينا برضه ذكر هذا المرض واتكلم عنه، وحتى سماه مرض الظمأ الموهن. بعد كده في اواخر القرن 18 واوائل القرن 19 عالم اسمه لانجر هانز، وهو ده عالم تشريح بيشرح الجسم، لاحظ ان البنكرياس فيه خلايا سماها بعد كده على اسمه، اسمها جزر لانجر هانز، بتطلع ماده معينه سموها فيما بعد برضه باسم الانسولين. وده كان اكتشاف فوق الخيال، فتح المجال لاكتر من حد للناس يعني ان هم يدوروا في الموضوع ده بشده، لغايه ما عام 1922 اكتشف الاثنين علماء الماكلويد وبانتنج ان هم عرفوا يستخلصوا ماده الانسولين دي وصنعوها وحقنوها لطفل كان مصاب بهذا المرض اسمه لينارد تومسون. وزي ما حضرتك شايف كده في الصوره اللي قدامك، ده كان شكله قبل المرض وشكله بعد ما اخذ الانسولين. فهو فعلا مش مرض عصر، هو مرض كل العصور يا دكتور سيد. احنا حقيقة دكتور محمد فعلا اقتنعنا ان مرض السكر مش مرض عصر بس، هو فعلا مرض كل العصور. حابين بقى ننتقل لجزء اخر في حديثنا دكتور محمد، وهو ازاي بنبدا نشخص مرض السكر. تشخيص مرض السكر يا دكتور سيد ده حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم كل الناس تبقى عارفه ازاي امتى تحكم على نفسها انها مريض سكر او لا. وده بيتم عن طريق حاجه من اتنين. اول حاجه ان يكون عندي مريض عنده فعلا اعراض السكر، الا وهي ان العيان بيشرب ميه كتير، بيعمل حمام كتير، عنده قابليه للاكل بصوره كبيره، زائد ان هو يبقى معاه قياس للسكر الصايم او الفاطر خلاص كده اهوت، ويكون اعلى من الارقام الطبيعيه. طيب انا لو ساعات بيجي مرضى معاهم تحاليل سكر صايم وسكر فاطر بيبقوا عاليين، هل ده مريض سكر ولا لا وهو ما عندوش اعراض؟
التوصيات برضو بتقول ان طالما العيان ما عندوش اعراض يبقى لازم عندي يومين متتاليين بوجود قياس سكر صايم وقياس سكر فاطر يكونوا عاليين عشان انا اقدر احكم على العيان واقول له ان حضرتك عندك سكر. طيب حابين بقى يا استاذ محمد ننتقل لجزئيه في غايه الاهميه، وهو في مرحله دايما بنتكلم عنها وهي مرحله ما قبل السكر او البري دايابيتس. حابين نعرف يعني ايه مرحله ما قبل السكر من قبل دكتور محمد. ناس كتير قوي بييجوا يا دكتور سيد فعلا مشغولين بالمصطلح ده وحابين يفهموا. انا حابب بس ابسط لك الموضوع بكل سهوله خالص، ان الناس كلها 3 اصناف. في حد عنده سكر، وفي حد ما عندوش سكر، وفي حد عنده قابليه لحدوث سكر. معنى وجود قابليه ده مش معناه حتميه حدوث السكر، خلاص. واحنا بنقسم الناس من خلال اجراء تحليل السكر الصايم والسكر الفاطر والسكر التراكمي زي ما قلت لحضرتك. السكر الصايم ده في الناس الطبيعيين اقل من 110، في الناس اللي عندها سكر اكتر من 126. طيب الناس اللي بتيجي سكرها ما بين 111 ل 125 ده ممكن نقدر نحطه في الكاتيجوري دي او في الفئه دي ان هو مرحله ما قبل السكر. السكر الفاطر في الطبيعي الناس اقل من 140. طيب اللي عنده سكر اكتر من 200. طيب اللي في من 141 ل 199 ده نسميه مرحله ما قبل الايه السكر. اما بالنسبه للسكر التراكمي، فالسكر التراكمي الطبيعي اقل من 5.7، اللي عنده سكر اكتر من 6.4. الناس بقى اللي السكر التراكمي بتاعها من 5.8 لغايه 6.3، فده يسمى مرحله ما قبل السكر. وزي ما نبهت وقلت معنى ان العيان في مرحله ما قبل السكر مش معناه ان هيحصل له سكر. على ما اعتقد محمد فعلا متابعينا دلوقتي عرفوا يعني ايه مرحله ما قبل السكر من قبل حضرتك. انا كنت شفت بقى دكتور محمد بص لحضرتك على فيسبوك بيتكلم على السكر التراكمي ال HbA1c. عايزين نعرف متابعينا اللي بيشوفونا دلوقتي يعني ايه سكر تراكمي. النقطه دي مهمه جدا يا دكتور سيد. الحقيقه السكر التراكمي دوت عباره عن متوسط قياسات السكر في الدم خلال ال3 شهور. يعني ايه؟ يعني الاكل اللي احنا بناكله بيحصل فيه اجزاء منه بيبقى فيها اجزاء جلوكوز بتروح تتراكم في كرات الدم الحمراء وبتمسك في موليكيول او في جزيء في كرات الدم الحمراء اسمه الهيموجلوبين. خلاص. احنا كرات الدم الحمراء بتاعت اي انسان طبيعي فتره عمرها من 90 ل 120 يوم. خلاص. في خلال هذه المده بيتراكم جزيئات سكر كتير. خلاص. احنا من خلال قياس السكر التراكمي بنعرف مريض السكر بتاعنا سكره كان عامل ازاي خلال ال3 شهور. بالنسبه للبوست اللي حضرتك قريته انا كاتب ان السكر التراكمي لا يتم الاعتماد عليه في تشخيص مرض السكر، ولكن يتم الاعتماد عليه فقط في متابعه مرض السكر، وذلك لوجود بعض الامراض المنتشره التي تسبب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر على عكس الطبيعي. زي ايه يا دكتور سيد؟ زي مثلا مرض زي الانيميا. الانيميا مثلا انيميا نقص الحديد بتؤدي الى ارتفاع السكر التراكمي. ساعات بيجي ناس السكر التراكمي بتاعهم مثلا 7 والصايم بتاعهم مظبوط والفاطر مظبوط، فده ما اقدرش اقول عليه خالص انه مريض سكر، ولا حتى اقدر اقول انه في مرحله ما قبل السكر. من يومين بالظبط صديق ليا من الامارات بعت لي تحليل لبنته. خلاص. بنته دي 9 سنين. حد كان طلب منها سكر تراكمي وطلع 7.2، فطبعا كده مريض سكر. وطبعا كان في حاله خوف وهلع من الاهل، من صاحبي ومن زوجته ومن لازم. اكيد طبعا. كلمته وقلت له والله يا صديقي انا ما اقدرش اعتمد على السكر التراكمي بس في ان انا احكم اقول لك ان دي مريض سكر او لا. حضرتك هتعمل سكر صايم وسكر فاطر بعد الاكل بساعتين وسكر تراكمي تاني جديد معلش. فعمل وبعت لي النهارده السكر الصايم بتاع البنت حاجه و80، سكر الفاطر 105، السكر التراكمي بقى 5.2 في ظرف اسبوع. خلاص. فده اكبر دليل يا دكتور سيد ان يقول لك ان السكر التراكمي لا يتم بواسطته تشخيص مرض السكر، ولكن هو من اهم التحاليل في متابعه مريض السكر. دي نقطة في غاية الأهمية يا دكتور محمد فعلا بالنسبة لمتابعينا ومرضانا اللي بيشوفونا دلوقتي. يعني اللي أكيد نفهمه من حضرتك إن السكر التراكمي ال HbA1c يستخدم للمتابعة وليس للتشخيص. بالظبط كده، لوجود بعض الأمراض التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر التراكمي. حابين بقى دكتور محمد ننتقل لسؤال تاني يهم أكيد طبعا مرض السكر في كل مكان. عايزين بقى نستغل طبعا وجود حضرتك معانا النهارده ونعرف إيه هي الأنواع المختلفة لمرض السكر. سؤال جميل يا دكتور سيد. طبعا زي ما كل الناس عارفه ان في سكر نوع اول وده بيجي في الاطفال وبيبقى الاطفال وزنهم قليل. سكر نوع تاني وده بيجي في الناس الكبار وبيبقى الناس دي وزنها شويه تخين. في بقى كمان سكر حمل. في سكر ثانوي بيجي نتيجه بعض الامراض التي تصيب البنكرياس
او استخدام بعض الادويه زي الكورتيزون. وزي ما شفنا الفتره الاخيره بتاعت كورونا نتيجه الاستخدام الكبير للكورتيزون، ناس كتير قوي خفت من الكورونا بس جالها سكر نتيجه استخدام الكورتيزون. ده كان حد معلوماتنا كلنا. ولكن في الفترات الاخيره لوحظ وجود ناس اعمارهم مش متطابقه للي انا قلته. بمعنى ساعات بيجي ناس سنها شويه مثلا في اواخر العشرينات في اوائل الثلاثينات، مش تخينه ورفيعه وبيجي لها سكر، يجرب جميع انواع الحبوب ومبقاش في استجابه. والعكس صحيح، ساعات بيجي ناس اطفال 15 16 سنه وزنهم شويه تخين، مش ماشي مع كونه سكر اول وبرضه ممكن ياخد حبوب. ده خلى ان في انواع جديده لانواع السكر تظهر خلاص كده. فبقى عندنا كمان نوعين زياده، نوع اسمه مودي وده اسمه maturity onset of diabetes in the young، وده معناه ان سكر نوع تاني ولكن حدث في سن مبكر. وفي سكر تاني اسمه سكر نوع 1.5، هو بس اسمه 1.5 كده، اسمه لادا latent autoimmune diabetes in adult، وده سكر نوع اول حدث في سن متاخر. اللادا ده دكتور محمد مش عربيه لادا عموما يعني. لا مش لادا. هذه انواع السكر اللي موجوده يعني حاليا. طيب خلاص يا دكتور محمد كده المريض عرف ان جاله سكر، ازاي بقى بتبدا رحله علاج السكر مع المريض ده؟ واكيد طبعا العامل النفسي مهم جدا بالنسبه لمريض السكر. اكيد يا دكتور سيد، وده اهم حاجه احنا المفروض يعني ان احنا نلعب عليها في علاج مرض السكر. اول حاجه حابب اقولها ان علاج مرض السكر مش مسؤوليه فرديه، لا يقع عاتقها على مريض السكر فقط او الدكتور، دي مسؤوليه مشتركه لازم يتعاون فيها الطبيب مع المريض. لازم المريض يبقى ملم بكل شيء خاص بالسكر، باسلوب الحياه، بنظام الرياضه، بمضاعفات السكر. ومعنى ان انا اعرفه مضاعفات مش ان انا يعني ان انا اخوفه جامد، لا انا لازم اخليه عارف ايه اللي ممكن يحصل لو ما التزمناش. خلاص ده اول حاجه خالص احنا بنعتمد عليها في علاج مرض السكر. تاني حاجه عشان بقى اختار خريطه العلاج سواء هبدا بحبوب او انسولين، اولا حاجه لازم اعرف مريض السكر اللي قاعد قدامي ده انهي نوع من انواع الكتير اللي احنا قلناها من شويه. تاني حاجه مستوى السكر التراكمي عنده. الله يا دكتور محمد انت بتقول السكر التراكمي تاني، مع انك انا قلت لحضرتك انا السكر التراكمي من اهم التحاليل التي يتم الاعتماد عليها للمتابعه وليس للتشخيص. فمستواه بيعرفني انا ابدا للمريض حبوب ولا ابدا انسولين. ثالث حاجه وجود بعض الامراض، بمعنى ما يبقاش المريض عنده مشاكل في الكلى وانا اديله ادويه بيتم استخراجها من الجسم عن طريق الكلى فتعمل له مشكله، وهكذا. مثلا لو في مرض زي مرض الكبد برضو في اختيار الادويه او اختيار الحبوب بيبقى بناء على وجود عوامل كتير. ثالث حاجه او رابع حاجه لو فيه مثلا المرحله التي وصل اليها المريض في مرض السكر، هل في اعراض، هل فيه مضاعفات كتير حصلت. واخر حاجه مش عارف انا قلتها ليه اخر حاجه الحقيقه يا دكتور سيد، هي دي اهم حاجه، الحاله الاجتماعيه والعوامل الاقتصاديه التي يعاني منها المريض. دي نقطه مهمه جدا يا دكتور محمد فعلا. بمعنى ما يبقاش مريض اصل ده مش دور برد يا دكتور سيد، انا مش هديله علاج لمده اسبوع ويخف. بالظبط. انا المريض هياخد علاج سكر فترات طويله، فبالتالي وانا اختار العلاج لازم اكون مراعي النقطه دي كويس. طيب ما ينفعش بقى دكتور محمد نعدي على موضوع السكر بدون ما نتكلم على الانسولين. ناس كتير عندهم تخوف او حتى مفاهيم غلط عن الانسولين، فامتى حضرتك بتلجأ مع المريض ده انه يستخدم انسولين؟ الانسولين ده يا دكتور سيد يعني one of the most anabolic hormone in the body. يعني ايه الجمله دي؟ يعني واحد من اهم هرمونات البناء في الجسم. يعني احنا بنستعمله واحنا عشان جسمنا ينمو وعشان جسمنا يكبر، ونقصه في جسمنا يا دكتور سيد بنشوف اثره على الناس اللي عندهم سكر، من انخفاض في الوزن، من وهن في العضلات، من اعراض كتير قوي. وللاسف الشديد ان احنا كدكاتره اسأنا استعمال او اسأنا بدايه الانسولين في بعض الناس، لان احنا وصلناهم لمرحله ان الانسولين سيمثل عقاب للمريض في حاله عدم التزامه بالعلاج، وهذا خطأ فادح. الانسولين هرمون بناء، نقصه في جسم المريض ادى الى حدوث مشكله. يعني الانسولين يا دكتور محمد حاجه مفيده بالنسبه للمريض جدا يا دكتور سيد جدا. طيب حابين بقى دكتور محمد نتكلم على انواع الانسولين المختلفه. عايزين نعرف من قبل حضرتك ايه هي الانواع المختلفه للانسولين؟ انواع الانسولين يا دكتور سيد في انواع كتير قوي من الانسولين. الانواع كلها بتختلف على حسب 3 حاجات. اول حاجه بدايه عمل الانسولين امتى بعد ما بديه بيشتغل. 2 قمه عمله
بيبدا يجيب الاعلى افكت او ماكسيمم افكت ليه امتى. تالت حاجه مدته، بيقعد في جسمي قد ايه. في بعض انواع الانسولين يا دكتور سيد اول ما بنديها بعد 5 دقايق على طول بتشتغل، وفي بعض انواع بتشتغل بعد من ربع لنص ساعه، وفي بعض انواع من الانسولين بتشتغل بعد ساعتين، وفي بعض انواع من الانسولين ممكن تشتغل بعد 4 ساعات. ده بالنسبه لبدايه العمل. تاني حاجه قمه عمل الانسولين. في انسولين لما بنديه بيشتغل بعد ساعات، قمته بيبقى من ساعتين ل4 ساعات، وفي ممكن من 6 ل8 ساعات، وفي انواع من الانسولين ملهاش قمه عمل. خلاص كده. تالت حاجه مده عمل الانسولين. في انسولين يدوب بيشتغل من 4 ل6 ساعات، وفي انسولين بيشتغل من 6 ل8 ساعات، وفي انسولين بيشتغل من 10 ل 12 ساعه، وفي انسولين بيشتغل 24 ساعه، وفي انسولين بيشتغل 48 ساعه. الخلاصه يا دكتور سيد ان انا بفصل النظام اللي هيمشي عليه المريض بناء على ما سبق، بناء على بدايه عمل الانسولين وقمه عمله ومدته، وبناء على الظروف الشخصيه بتاعه المريض بياكل ازاي وهياخد الانسولين ازاي. كويس جدا يا دكتور محمد. طب هل بقى ممكن ان احنا نوقف انسولين بالنسبه للمريض بعد ما بدأنا؟ السؤال ده يا دكتور سيد يعني انا كنت حابب ان انا اتساله الحقيقه، لان انا بقابل مرضى كتير للاسف جايين بمعلومات مغلوطه ان هو طالما انا وصلت لمرحله الانسولين، وده ممكن يكون احنا مشاركين في هذه المعلومه الخطا للمرضى، يعني ان احنا ما ينفعش نبطله، وهذا خطا شائع. يعني مفيش حاجه اسمها كده، لا طبعا انا ممكن استعمل الانسولين شهر او 2 لغايه ما اعدي بالمريض لمرحله بر الامان، وبعد كده ممكن نستعمل حبوب عادي خالص مفيش مشكله. على سبيل المثال للحصر سكر الحمل. مريضه سكر الحمل مثلا بتاخد انسولين وبعد الولاده بتبطل. الناس اللي داخلين يعملوا عمليات بياخدوا انسولين وبعد العمليه خلاص بيبطلوا ويرجعوا تاني على النظام بتاعهم. طيب حابين بقى محمد ننتقل لجزء اخر في حديثنا، وهو سؤال مهم جدا في غايه الاهميه بالنسبه للمرضى اللي بيشوفونا دلوقتي. هل في امكانيه اننا نقدر نمنع مضاعفات السكر بالنسبه للمريض؟ والله يا دكتور سيد ان انا امنع مضاعفات، يعني ده كده ممكن ابقى بضحك على المريض او بضحك عليك. مفيش حاجه اسمها ان انا امنع مضاعفات، في حاجه اسمها ان انا اقدر اتحكم في المضاعفات، اقدر اخر حدوثها. خلاص كده اهوت. وده بيتم عن طريق اكتر من حاجه. اول حاجه ان انا لازم اخلي العيان في اطول فتره ممكنه سكراته مظبوطه. 2 لازم انصح مريضي ان هو مفيش حاجه اسمها ان انا باخد حبوب السكر بس، ده في ادويه تانية زي ادويه الضغط، زي ادويه الدهون، زي حاجات الاسبرين. تالت حاجه ان انا انصح مريضي وانبهه على مدى واهميه وضروره، شفت مدى واهميه وضروره اجراء الفحوصات الدوريه، زي فحص العين، زي فحص القدم السكري، عشان ما يحصلوش مشكله. هل ينمو الى معلوماتك يا دكتور سيد ان كل 1 جرام هيموجلوبين قليل يحمي المريض من حدوث جلطات الدماغ بنسبه 12%، بيحمي المريض من حدوث جلطات القلب بنسبه 14%، بيحمي المريض من حدوث ضعف في عضله القلب بنسبه 16%، بيحمي حدوث الميه البيضاء على العين بنسبه 19%، بيحمي المريض من حدوث والعياذ بالله عمليات البتر بنسبه 43%، بيأخر حدوث او بيمنع حدوث مشاكل الكلى ومشاكل العين ومشاكل التهاب الاطراف العصبيه بنسبه 37%. ده كده يا دكتور محمد فعلا يعني مرضى السكر اللي متواجدين في جميع انحاء مصر اللي بيشوفونا دلوقتي لازما ياخدوا في عين الاعتبار مرضى السكر ويهتموا بيه. اكيد يا دكتور سيد. انا ليا مقوله دايما مش عارف بحب اقولها دايما لكل مرضايا. مرض السكر ده مرض قليل الادب، احترمته هيحترمك، هيشيلك فوق راسه كمان، ما احترمتهوش يعني هيقل ادبه عليك. طب حابين بقى دكتور محمد ننتقل لسؤال اخر، وهو هل مريض السكر ممكن يعيش حياته بشكل طبيعي جدا ويتجوز؟ على رأي اساتذتنا يا دكتور سيد ان انت مريضة السكر دي احسن واحدة تروح تخطبها وتتجوزها اصلا. دي واحدة عارفة تتحكم في السكر، هو مفيش حد قده. فدي اكتر واحدة هتعرف تحملك، هتعرف تربي لك عيالك، وهتعرف تتحكم فيهم، وهتعرف تاخد بالك منهم. طبعا يا دكتور سيد مفيش حاجة اسمها ان السكر بيمنع او بيعمل مشاكل. مريض السكر زيه زي اي انسان طبيعي بيعيش ويتجوز وعادي خالص، مفيش اي مشكلة طالما ملتزم بعلاجه، وطالما مستوى سكره مظبوط، وطالما متبع التعليمات والفحوصات الدوريه، فهو زيه زي اي انسان. كويس جدا يا دكتور محمد. حابين بقى ننتقل لاخر سؤال بالنسبه لنا في حلقتنا النهارده، وهو سكر الحمل. ازاي نطمن الامهات اللي بيشوفونا دلوقتي؟ سكر الحمل يا دكتور سيد
طبعا بتيجي الامهات في حاله ذعر، انا سكر ومش سكر والكلام ده. هو ايه سكر الحمل ده؟ سكر الحمل ده احنا بنبدا ندور عليه في اي واحده حامل. المفروض في الاسبوع ال 24، الاسبوع ال 26 او 28 من الحمل باجراء تحاليل، ومش من ضمنها السكر التراكمي يا دكتور سيد زي ما اتفقنا. احنا بنعمل حاجه اسمها الاورال جلوكوز تولرانس تيست، اللي هو منحنى السكر. المريض بيروح صايم، او المريضه بتروح صايمه المعمل، تسحب تحليل سكر صايم، وبعد كده بتاخد ما يعادل 75 جرام سكر، وبعد كده بنسحب سكر بعد ساعه وبعد ساعتين، وده حاجه اسمها منحنى السكر يعني. ومن خلال القياسات دي احنا بنعرف نقول المريضه عندها سكر حمل او ما عندهاش سكر حمل. مش كل الناس اللي عندها سكر حمل لازم يحصل مشاكل في البيبيز او الولادات، او الطفل يخش حضان او الكلام ده، طالما برضو مريضة السكر سكرها منتظم وسكرها كويس وماشية على العلاجات التي أقرتها هيئة الدواء الأمريكية. إن مش كل أنواع الحبوب ومش كل أنواع الإنسولين أصلا واخدة ال FDA approval في علاج مريضة سكر الحمل. طالما سكرنا كويس طول الحمل، وطالما في متابعة، طالما هيبقى الولادة آمنة بإذن الله، ومش هيبقى في أي مشاكل خالص. انا حقيقه يا دكتور محمد بشكر حضرتك جدا على تواجد حضرتك معانا النهارده، وعلى كل طبعا الاجابه على الاسئله القيمه والغنيه بالنسبه لمرضى السكر في جميع انحاء مصر، ودايما اتمنى ان انا اشوف حضرتك على خير. حبيبي يا دكتور سيد، وربنا يخليك، ومتشكر كمان على الاستضافه الجميله دي، ويا رب نكون كنا ضيوف خفاف على الناس يعني، وقدرنا ان احنا نفيدهم ونقدم معلومه يا رب تكون فادت حد من المرضى يا رب. شكرا ليكم انكم كملتوا معانا لحد هنا. فلو انت كنت مريض سكر او ليك حد في بيتك مريض سكر، فالحلقه دي ليك انت. استنونا في بودكاست طب جديد مع مواضيع مهمه تهم كل بيت في مصر. كان معكم سيد حمد الله.